تطبيق كلمة المرور واي فاي توب ايدج تيك. تطبيق حجمه 31 ميجا، محمله 5 مليون مستخدم. طبعا اغلب الناس اللي بتحمل التطبيق ده بتحمله عشان الصورة بتاعت ان انت حضرتك دلوقتي هتاخد كلمة المرور او الباسورد بتاع الواي فاي. بس التطبيق دوت بيبقى تطبيق تبادلي، او الناس يعني بتقدم خدمة فيه لبعضيها. يعني انت لو مسافر مثلا امريكا، مسافر السعودية، مسافر اي دولة، ففي ناس تبقى عاملة واي فاي مجاني وحطها على التطبيق ده. فانت لو في مكان مثلا يعني مشهور، او يعني الناس بتروح عليه كتير، فهتلاقي في ناس مثلا عامله شبكه واي فاي مجانيه، تقدر عن طريق التطبيق دوت تعرف كلمه السر بتاعتها وتخش عليها عن طريق التطبيق ده. فتبقى انت خدت خدمه مجانيه للواي فاي بدون ما تدفع فيه فلوس كتيرة، وبدون ما تشغل خدمة الداتا أو اللي هي بتاعت السفر يعني. فالتطبيق للي مش فاهمه، التطبيق مش بيفتح معاك واي فاي في اي حتة، او بيسرق كلمات المرور بتاعة الواي فاي. لا، التطبيق اوريدي في ناس بتبقى حاطة انا اسم شبكتي كذا في المكان كذا، والباسورد بتاع الشبكة بتاعتي كذا. تقدر اي حد في المنطقة ديت محتاج انترنت، فانت لو ما يخش على التطبيق دوت هيلاقي اسم الشبكة، وهيلاقي الباسورد عشان يقدر يخش ويفتح انترنت مجاني من خلال التطبيق. لكن ان انت يعرض لك كلمات المرور لاي شبكة حواليك وفي المكان وفي المربع بتاعك وفي البيت بتاعك، لا. لو ما كنتش عارف اي حاجة عن التطبيق وعرفتها من خلال قناتي، شير ولايك وسبسكرايب. لينك التطبيق هسيبهولك في الديسكريبشن لو انت مسافر ومحتاج، او حتى في مكان عام يعني.